نهاركم سعيد يا سادس، كيفكم يا حلوين؟ نهاية أسبوع سعيدة يا رب. إن شاء الله مجرد ما ننهي المحفوظات اليوم بإذن الله بيضل علينا المختارات من لغتنا الجميلة وبننهي بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير يا حلوين. اليوم رح ناخذ قصيدة يافا الجميلة. طبعا ما دامها محفوظات مطلوب مني أحفظ أول 4 أبيات شعرية للشاعر محمد مهدي الجواهري. خليني أتبع. مطلوب مني أنسخ القصيدة. أقلتني من الزوراء ريح إلى يافا وحلق بي عقاب، كأن الشوق يدفعه فيذكي جوانحه من النجم اقتراب. ولما طبق الأرج الثنايا وفتح من جنان الخلد باب، نظرت بمقلة غطى عليها من الدمع الضليل بها حجاب. وقلت وما أحير سوى عتاب، ولست بعارف لمن العتاب. أحقا بيننا اختلفت حدود وما اختلف الطريق ولا التراب، ولا افترقت وجوه عن وجوه، ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب. لئن حم الوداع فذقت ذرعا به واشتف مهجتي الذهاب، فمن أهلي إلى أهلي رجوع وعن وطني إلى وطني إياب. القصيدة للشاعر محمد مهدي الجواهري، وهو شاعر عراقي. مناسبة القصيدة، لو اجيت سألتك مناسبة القصيدة، ألقى هذه القصيدة بيافا في عام 1945 بمناسبة تكريمه. إذا اسم الشاعر محمد مهدي الجواهري، شاعر عراقي، ألقى هذه القصيدة بيافا في عام 1945 بمناسبة تكريمه. يلا نشرح يا أبطال. يلا يا سادس يا أبطال، راح أبدأ الآن إن شاء الله أشرح قصيدة يافا الجميلة. البيت الأول: أقلتني من الزوراء ريح إلى يافا وحلق بي عقاب. أقلتني من الزوراء ريح. القسم الأول من البيت الشعري شو بسميه يا أبطال؟ بسميه صدر البيت. إلى يافا وحلق بي عقاب. القسم الثاني من البيت شو راح أسميه؟ عجز البيت. إذا القسم الأول راح أسميه صدر البيت، والقسم الثاني راح أسميه عجز البيت. نبدأ نشرح يا حلوين. أقلتني حملتني الزوراء مدينة في العراق. نقلتني إلى يافا من العراق طائرة كأنها ريح في سرعتها، وارتفعت عاليا كأنه عقاب. إذا الشاعر انتقل من مدينة العراق إلى يافا، وسرعته في النقل كانت سريعة. ليش؟ كأنه بحكي وحلق بعقاب، كأنه الطائرة كانت سريعة من كتر شوقه إلى يافا. الآن رح يمدح لي يافا، خلينا نشوف. إذا في البيت الأول انتقل الشاعر من العراق إلى يافا. البيت الثاني: كأن الشوق يدفعه فيذكي جوانحه من النجم اقتراب. كأن الشوق يدفعه فيذكي. القسم الأول راح أسميه صدر البيت. جوانحه من النجم اقتراب. القسم الثاني راح أسميه عجز البيت. فيذكي يدفع ويقوي الحركة. كنت أشعر بأن الشوق إلى يافا هو من يحرك الطائرة. من كثر شوقه إلى يافا كان يشعر من إنه مين بحرك الطائرة؟ مشاعره وقلبه هو اللي بحرك الطائرة، من كثر ما هو مشتاق لمدينة يافا. إذا البيت الأول بحكي للشاعر انتقل من مدينة العراق إلى يافا، والبيت الثاني من كثر ما هو مشتاق لمدينة يافا كان يظن أو فكر إنه اللي حرك الطائرة مين؟ شوقه. اللي أسرع الطائرة أو حرك الطائرة مين؟ شوقه إلى يافا. وكأن الطائرة أو شوقه يريد الوصول للنجوم. البيت الثالث: ولما طبق الأرج الثنايا وفتح من جنان الخلد باب. الأرج نفحة الريح الطيبة، الثنايا الطرق والأمكنة. الآن لما وصل إلى يافا وفاحت الروائح الطيبة للمزروعات، شعرت بأنني دخلت الجنة. بالبيت الأول حكى انتقل من أي منطقة لأي منطقة من العراق إلى يافا، واللي حرك الطائرة بنظر الشاعر شوقه وقلبه من كثر ما هو مشتاق لمدينة يافا. والبيت الثالث: الروائح الطيبة للمزروعات في مدينة يافا أشعرت الشاعر أنه دخل الجنة. البيت الرابع: نظرت بمقلة غطى عليها من الدمع الظليل
من الدمع الضليل بها حجاب، مقلى العين، الضليل الدائم، حجاب ستر. نظرت إلى يافا، ولما وصلت ونظرت إلى يافا امتلأت عيوني بالدموع، كأن الدموع صارت حجاب على عيوني من كثر ما أنا مشتاق لها، كأن دموعي كانت زي الحجاب غطت، ما قدرت أشوف المنطقة في النظرة الأولى. وقلت وما أحير سوى عتاب، ولست بعارف لمن العتاب. أحير احتار. هنا حاول الشاعر أن يعاتب لكنه لا يعرف لمن يعاتب. البيت الخامس والسادس عم بيشرحوا بعض. الآن شو بدي يعاتب الشاعر؟ خلينا نعرف شو بدي يعاتب. هو يريد أن يعاتب شخص لكنه لا يعرف لمن العتاب. أحقا بيننا اختلفت حدود وما اختلف الطريق ولا التراب. يتعجب الشاعر من أننا كلنا يجمعنا دين واحد ولغة واحدة لكن بيننا حدود. إذا يريد أن يعاتب. ديننا واحد، شو سبب العتاب؟ ديننا ولغتنا واحدة لكن هل بيننا حدود؟ ولا افترقت وجوه عن وجوه، ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب. وما افترقت اختلفت، الضاد اللغة العربية، الكتاب القرآن الكريم. بكمل الشاعر عتابه، يتساءل الشاعر هل بيننا حدود وبيننا قواسم مشتركة وهي اللغة والدين؟ طب إذا كانت بيننا هذه القواسم المشتركة لماذا بيننا حدود؟ إذا الشاعر بكمل عتابه في البيت الخامس والسادس والسابع، عم بيعاتب. شو بيعاتب؟ بيعاتب على شو؟ على أن لغتنا واحدة، ديننا واحد، فلماذا بيننا حدود؟ لئن حم الوداع فدقت ذرعا به واشتف مهجتي الذهاب. القسم الأول من البيت شو حكينا راح نسميه؟ صدر البيت. والقسم الثاني أبطال عجز البيت. حم قرب، إذا قرب الوداع إني أنا راح أغادر يافا، فدقت ذرعا ضعفت طاقتي، واشتف زادت اللهفة مهجتي روحي. عندما أردت العودة للعراق شعرت بضيق في نفسي. طب شو سبب الضيق؟ هو كان كثير مشتاق ليافا. شو سبب الضيق؟ خلينا نكمل بيت 9 لنعرف شو سبب الضيق. فمن أهلي إلى أهلي رجوع، وعن وطني إلى وطني إياب، لكني متيقن بأنني حضرت إلى وطني وعدت إلى وطني وكلنا أهل. إذن الشاعر بحكي أنا كنت في منطقة العراق وجيت إلى أهل يافا، والآن سأودع يافا وأنطلق إلى العراق. طيب أبطال الرائعين، خليني أرجع أشرح الأبيات سريعا. الشاعر انتقل من مدينة العراق إلى يافا. من كثر شوقه لهذه المدينة شعر أنه شوقه هو من يحرك الطائرة. تعرفوا بمين ذكرني هذا البيت؟ كيف الأطفال يوم العيد فكروا أنه يوم العيد أحلى يوم عندهم. ليش؟ لأنه حيلبسوا أواعي جديدة وحيكون كل إشي عندهم مبهج. والشاعر في يوم انتقاله من العراق ليافا كان بالنسبة له يوم رائع جدا. ولما لما دخل أرض يافا واشتم روائح المزروعات شعر بأنه بالجنة، ومن كثر شوقه إليها بدت عيونه بالدموع، وكأن الدموع أصبحت حجاب بين النظر إلى المناطق بجودة عالية والنظر إليها مع الدموع. لكنه عاتب الناس وما عرف لمين يعاتب، لكن في قصيدته كتب هذا العتاب. قال بيننا حدود ولغتنا واحدة، قرآننا واحد. وعندما أراد العودة إلى بغداد قال أنني كنت عند أهلي وسأعود إلى أهلي، فأنا في يافا عند أهلي، وأنا في العراق عند أهلي أيضا. الأفكار الرئيسية في البيت الأول والثاني: انتقال الشاعر من مدينة العراق إلى يافا. في البيت الرابع والخامس والسادس والسابع: تعبير الشاعر عن الروابط التي تربط العرب. في البيت الثامن والتاسع: العودة للعراق. أهم العواطف اللي كانت في درسنا: حب الوطن، الفخر بالروابط بين العرب، شوقه لوطنه يافا والعراق أيضا.
نهاية أسبوع سعيدة يا أبطال، يعطيكم ألف عافية. وإن شاء الله الفيديو القادم رح أحل الأسئلة وناخد مختارات، وبعدها رح نكون بهيك ختمنا المادة. يعطيكم ألف عافية يا حلوين.